الطلبات كترت على الزبائن اللي شاربة الفار طبخها، واللي مش عارف الوصفة، وكمان مش عارف هيقدم ايه لإيجو وبيتهرب منه. لكن في الآخر إيميل وأبوه راحوا على الفار علشان يخرجوه من العربية، وجري بسرعة على المطعم عشان يلحق صاحبه من الورطة. وأول ما فتح الباب ودخل شاف الطباخين وكانوا هيموتوه، لكن أنقذوا إيجو على آخر لحظة وشكره. الفار ده بيحب الطبخ جدا واسمه ريمي، وده أخوه إيميل اللي بينبهر بطبخ ريمي ومهمته يدوق الأكل. وده بقى أبوه زعيم العشيرة الفيران، وكلهم عايشين في بيت الست ده اللي بتمتلكه سيدة عجوزة. ده ريمي وعنده موهبة الطبخ وبيعشق الطبخ، وكمان عنده حاسة شم قوية جدا وبيميز ما بين الأكل الحلو والوحش. وأبوه بقى مبسوط منه جدا واداله وظيفة يشم الأكل، وبقى بيشم كل وجبة قبل ما الفيران تاكلها. لكن طول الوقت بيتخانق مع أبوه علشان بيسرق أكل مش نضيف، وأبوه بيحذره يبعد عن المطبخ وكمان ما يقربش من البني آدمين لأنهم خطر، لأن ريمي على طول بيعيش حياته زيهم وبيتمنى يكون ليه مستقبل في الطبخ. ودايما بيتفرج على جوستو، أعظم طباخ في باريس، وبيتعلم منه الطبخ، وهو الشيف الوحيد اللي حاز على 5 نجوم. وألف كتاب وسماه طبخ للجميع وتصدر أعلى المبيعات. لكن المنافس الوحيد اللي كان ضده هو إيجو، مشرف المطاعم، واللي كان شايف إن الطبخ مش للجميع. وفي يوم الفار مع أخوه في المطبخ بيسرقوا التوابل كالعادة علشان يرمي يطبخ، والست العجوزة كانت نايمة وشاف على التلفزيون مطعم جوستو بقى 4 نجوم بعد تقييم قاسي كتبه إيجو بعد ما دق أحد الوجبات. وبعدها جوستو ما استحملش الصدمة ومات وقلبه مجروح. وريمي اتصدم بعد ما شاف الخبر وبقى حزين جدا عشانه. لكن بعد شوية الست العجوزة صحت وشافت الفيران، والست جابت البندقية وضربت على ريمي وإيميل واتشعلق في النجفة. لكن ضربت نار على السقف، وكانت العشيرة الفيران عايشة فوقها والسقف كله وقع لكن من بيهم. سوء حظه كانت العشيرة على المراكب وبعدت عنه. ولما قرب لهم وكان خلاص هيركب معاهم العجوزة ضربت نار عليه. ريمي فضل ماشي ومعاه الكتاب، وفضل واقف حزين لأن بقى بعيد عن أهله. بعد شوية فتح الكتاب وشاف جوستو في الصورة بيكلمه، لكن مجرد وهم في خياله. وجوستو قال له ما تستسلمش واطلع دور على رزقك، الدنيا واسعة. بيطلع الفار لحد ما بيخش جوه المطعم، قابله سندوتش وراح عشان ياكله. طلع له وهم جاستو مرة تانية. جوستو قال له مش مستوعب انك تسرق لانك طباخ مش حرامي، وقال له الطبخ دايما بيجي للي بيحب الطبخ. الفار عمل بنصيحة جوستو وفضل ماشي وراه لحد ما وصل المكان ده. شاف الدنيا جميلة حواليه، وفجأة شاف مطعم جوستو. ريمي وقف فوق المطعم وبيتفرج ومعاه خيال جوستو، ومش مصدق نفسه ان هو واقف قدام المطعم ده ومحترفين وكمان شايفه بعينه. وكان في المطبخ شيف سكينر لكن وبيعمل المستحيل علشان يبقى وريث جوستو ويستولى على المطعم. ودي كولد اشهر طباخة فيهم، وده الانجويلي اللي كان لسه جاي جديد وبيطلب من الشيف يشتغل عنده في المطعم. وسكينر كان رافض يشغله، لكن لما عرف ان مامته كانت صديقة جوستو وافق يشغله. لكن كان بيتمنى يشتغل في الطبخ لانه بيحب الطبخ، لكن سكينر عينه زبال في المطبخ. مع جوستو هنا اتزحلق وقع في حوض الميه اهو، وشاف الانجويلي وهو بيدوق الشوربه بتاعته اللي هو عملها لقاها معفنه جدا. هنا شاف الشباك مفتوح، هنا قرر ان هو يهرب، بس قبل ما يهرب شم ريحه الشوربه معفنه. راح رجع تاني وقعد يحط لها في توابل اهو ويقلب فيها، وكل ده والانجويلي واقف مذهول واتصدم جدا. هنا جه قال له انت بتعمل ايه هنا عند الطبخ؟ وهنا كان حاطط الفار تحت المصفى. هنا صب من الشوربه، هنا بيقول له لا ما حدش يودي الشوربه، ما توديش الشوربه، الشوربه مش حلوه. الشيف طبعا اتخض وراح رجع تاني. موتوه، مشوه من هنا، عايزين الشوربه تاني. هنا رجع لقى الجنسور بيقول له عايزين الشوربه تاني. هنا البنت بتقول له ازاي؟ هنا بيقول له اهدى اهدى، الشوربه طلعت حلوه، انت عملتها ازاي؟ قول لي. وهو طبعا مش عارف الوصفه طبعا. هنا قلت له انت لو مشيته وان الزبائن كلها دلوقتي عايزه الشوربه هنعمل ايه واحنا مش عارفين نعملها؟ خلاص هنا قال له خلاص سيبوه، وهنا تحت يكون تحت اشرافك. هنا الفار بيحاول يهرب، هنا شافه قعد يجري وراه. هنا قال له خده بعيد وامشي. بعد ما خده كان هيوقعه في الميه. هنا شاف الفار عينه في عينه، راح له انت بتعمل ايه؟ انت عمال دلوقتي طبخت الشوربه وانا مش عارف وهم عايزينها مني. هنا طبعا كان قاعد زعلان الانجويلي. هنا كان بيكلمه قال له هفتح لك بس ما تهربش عشان خاطري. وطبعا هنا الفار كان قال له ماشي، وهنا بيبتدي يفتح له راح هرب. هنا شافه واقف تاني الفار زعلان راح رجع له تاني. هنا كان مبسوط ان هو رجع. هنا بيبتدوا يشوفوا الجورنان اهو، لا الاخبار بتاعته حلوه عن الشوربه.
هنا الانجويلي قام لقى الطباخ بيطبخ وقعد ياكل بسرعة ويمشي. هنا راح للمطعم وكان داخل بثقة طبعا. هنا قال له لأ. هنا ابتدوا يتخانقوا مع بعض، راح هو مشي. انت بتعمل ايه؟ ينفع اللي انت عملته فيا كده؟ هنا حطه في القبعة بتاعته، قال له حاسب. كده ابتدوا يشوفوا الفكرة ان هو هيشوفوا ازاي عشان يساعد الانجويلي. هنا ابتدى يعمل شوربة تاني ولقاها حلوة وكان منبهر جدا بيها. وبعدين هنا كان بيقعد يقرا ويشوف ان اللي هو الجواب اللي هو كان مديهوله عشان هو كان صديق جوستو. هنا كان مصدوم جدا منه. هنا كانت عينيه مبرقة ومن اللي شافه طبعا في الجواب، وفضل طبعا مبرقة فترة شوية. هنا اتصدم، قال لهم كلمهولي بسرعة. هنا كلم، هنا بيكلم صاحب المطعم وقال له ان الولد ده مش طبيعي. وهنا قعدوا بيراقبوه. وهنا البت كانت بتعلمه وكانت بتقول له ان انت ازاي شاطر. هنا كان بيسوق ولقى فار، لقى بيلعب مع فار، راح رجع له تاني فار، قال له لا انا ممسكتش فار. هنا كانت الناس بتطلب الشوربه برضو عشان حبوها جدا، بس الشوربه ما كانتش موجوده واتصدموا جدا. عايزين الشوربه هاتولي الانجولي بسرعه. ازاي كل الناس دي عايزه الشوربه؟ هنا قعدوا يتكلموا معاه بس بخبث بقى ان هو يعمل لهم الشوربه تاني وانت هتعرف ولا لا. هنا البنت كانت بتقرا عن التوابل. هنا كان عمال بيجريه عشان يجيب الحاجه، لان الفار طبعا كان عمال بيساعده من فوق. قال لها لا ما تحطش دي، حطي كده. حطت كده. ازاي هو بيعمل كل ده هو اصلا ما يعرفش حاجه عن الطبخ؟ هنا الفار بقى هيبتدي يشوف الطلبات الزبائن كلهم معجبين بالاكل طبعا بره. هنا قالوا بصحتكم، طبعا لقوا نجاح كبير للمطعم. هنا كان طبعا هاخد منه وشايف في حاجه في القبعه، طلعه وخرجه. هنا شد البتاع ما لقاش حاجه طبعا. انا قال له خد اشرب كاس عشان طبعا عايز يستدركه عشان يعرف هو ازاي بيطبخ الشوربه ومين اللي بيساعده، لان هو شاف في الجواب ان هو ما كانش يعرف اي حاجه عنه خالص. هنا الفار اخوه جه ايميل وقال له انت ايه اللي جابك هنا؟ كان فرحان بيهم جدا. وطبعا هنا رجع لاهله طبعا بعد فتره طويله جدا من الهروب. هنا هي كان بيتكلم مع ابوه وقال له يا بابا انا اتغيرت. هنا كانوا عاملين بيتكلموا مع بعض بس ابوه قال له لا. هنا بيشوف الفيران وهي ازاي بتتعلق، بيوريله. هنا كان ماشي زعلان طبعا من اللي شافه. هنا اتقابل مع البت الانجويلي وكان بتقول له اللي انت كنت عايز تحكيهولي. هنا كان هيبتدي يقولها على السر بتاعها. شال القبعه وبعدين راح هو الفار لحقه. هنا كانت بتقول له الطبخ بتاعك حلو جدا. هنا قال لهم انتوا ايه اللي جابكم ورايا؟ فريمي قعد يزعق فيهم، انا مش عايز حد يجي ورايا. هنا بيقول احنا جايين عشان نساعدك. قال لا انا مش عايز مساعده. هنا دخل المطبخ وبعديها دخل على المكتب، شاف ملف للانجويلي. هنا ابتدى هيشوفه ويقراه. هنا اهو بيفتح وبيشوف وبيتصدم جدا ان هو بعد جوستو ده هو الوريث الوحيد. ويمكن عشان كده الفار الشيف الطباخ القصير ده ما كانش عايزه يعرف. هنا خد الورقه وجري. هنا فضل يجري وراه. هنا غرق في الميه الحمد لله. هنا شافهم. هنا البنت بتقول له بص الانجويلي بقى في الصوره. هنا اتصدم جدا. وهنا بيعملوا احتفال، قعدوا يرموا الحاجات بتاعه الشيف القصير احسن. وبعدين هنا كان قدام المصورين. وهنا ده مشرف المطاعم ايجو، واتصدم جدا ان العصير ده من عندهم اهو وازاي. وهنا ابتدى يروح عشان خاطر يقيم المطعم. هنا قال له ان انا مامتي كانت وانا صغير كانت بتعمل لي طبخه خلطبيطه بالصلصه بس بطريقه معينه، لو انت عملتها لي هرجعك تاني 5 نجوم. هنا كان مش عارف هيعمل ايه. قال له انا مش عارف الطبخه، مش عارف ايه مكوناتها، ممكن تساعدني؟ هنا الفار قعد يقول له لا. راح قال له خلاص امشي انا مش عايزك. هنا الشيف طبعا كان شايفهم من فوق. هنا الفار قعد يتعصب جدا واتضايق. هنا العشيره بتاعتهم دخلت عشان تاخد الاكل. هنا الانجولي كان زعلان جدا ان ما كانش عارف هيعمل ايه. دخل على المطبخ عشان يشوف، لقى الفار موجود. قال له انت هنا؟
اللي جابك اهو. كان مصدوم جدا. هنا العشيرة كانت مستخبية ما كانش يعرف. هنا كان بيبتدي ياكل في العنب الفار. قعد يضرب على الانجويلي. هنا بقى قال له انت ازاي جبتهم هنا، ازاي يخشوا المطبخ، هما مش نضاف. هنا ابتدى قاعد يجري وراهم بالمقشة. هنا مشي زعلان جدا ريمي. هنا الانجويلي قال لي ممكن نأجل ان انا مش عارف الطبخة. قاعد يتحجج لهم بحجج. هنا كان بينقذه. راح هو اللي دخل فيه ريمي. بعدين الشيف الصغير كان قاعد يضحك بقى ان هو اصطاده. خده في العربية معاه. قال له ازاي يعني مش موجود، انا عايز الطبخة حالا. هنا قعد يزنوا عليه. هنعمل ايه، مطعمنا هيقع، قول لنا انت طبختها ازاي. هنا كان ابوه راح ينقذ طبعا الفار هو واخوه. هنا جري على المطعم عشان ينقذه. هنا دخل الانجليزي جه على اخر لحظة وانقذه وشكره ان هو جه. قال لهم انا هقول لكم على اللي حصل. انا مش بعرف اطبخ يا جماعة، وهو ده اللي كان بيساعدني، وكنت بحطه هنا على دماغي وبخليه هو اللي يحركني عشان يعمل الطبخة. هو اللي كان عامل الشوربة. هنا طبعا ما كانش كلهم كانوا مذهولين. هنا كانت مصدومة جدا البنت. هنا الراجل كان قاعد. هنا ريمي كان بيبص لابوه. هنا ابوه بقى كان فخور بيه جدا، وبقى كان في علاقة معاه مع البشر. هنا نادى على العشيرة كلهم اهو وقال لهم حالا. هنا المحصل جه. راح هنا قالوا له الحقوه بسرعة. هنا خدوه ربطوه حطوه في التلاجة. هنا ابتدوا كل واحد هيعمل حاجة، وهو هنا هيبقى الجرسون بعد ما كله مشي طبعا. هنا البنت كانت زعلانة جدا ما كانتش عارفة تعمل ايه. راحت رجعت له تاني. لقيتهم قال لها ما تخافيش. هنا حضنها ان هي رجعت. قالت له انا مش راجعة عشانك. هنا قال لها دي الطبخة. هي كانت واثقة فيه شوية بس مش قوي يعني. طبعا هنا كانت بتقاوح مع الفار. قال لها لا اطمني. هنا ابتدوا يعملوا الأكلة. هنا كان بيزين الفار. هنا كان ابتدى يحطها له. هنا كان ابتدى الشيف بيدوق. لقاها نفس رجعته لذكريات مكانه وهو صغير وسته كانت بتعملها له. القلم وقع من ايده وقعد ياكل منها جدا. هنا الشيف التاني السوسة برضو. هنا دخل لقى فران كلها راحوا ربطوه هو كمان احسن. هنا قعد يلحس في الطبق كمان. هنا قال له ايه رأيك. هنا كانوا مبسوطين. هنا البنت طلعت كلمته. هنا طبعا كان قاعد. هنا قال له مين اللي طبخ الطبخة دي. راح قال له هنا هو ده اللي طبخها. يعني طبعا كان لازم يقولوا له على الحقيقة. وهنا كان بيفكر هيعمل ايه. هنا البنت ادت له سكر. هنا ابوه كان فخور بيه جدا والانجليزي. وبكده يخلص فيلمنا. باي باي.